Jamel is one of a good friend of mine. هو من أعز الأصدقاء، هكذا وصف كل واحد منهما الآخر. ثناء ومديح بين مدربين جمعهما من قبل المغرب ليتفرقا بعدها كل في طريقه. اليوم إيرفي رونار مع المنتخب السعودي، وجمال السلامي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأردني. الثعلب الفرنسي الذي قاد الأخضر لنهائيات مونديال 2022 أين أطاح بحامل اللقب التانغو الأرجنتيني، عاد مرة أخرى ليؤهل الصقور الخضر إلى كأس العالم المقبلة، واليوم هو على بعد محطة واحدة من نهائي كأس العرب، أين سيواجه مدربا يعرفه حق المعرفة. Jamel is one of a good friend of mine. جمال أحد أعز الأصدقاء المقربين مني، إنه أخ مغربي، أمضينا وقتا جميلا معا. كان مسؤولا عن الفريق المحلي عندما كنت المدرب الرئيسي لمنتخب المغرب. لقد ساعدني كثيرا، لديه عين ثاقبة لاكتشاف اللاعبين المحليين. أنا سعيد جدا من أجله لأنه تأهل إلى كأس العالم مع الأردن، وهم الآن في نصف نهائي كأس العرب، لكن عليه أن يتوقف الآن. أحبه كثيرا لأنه من أكثر الأشخاص احتراما الذين قابلتهم في المغرب. الآن تعرفون كل شيء عن علاقتنا. السلامي الذي توج بالشان مع المنتخب المغربي للمحليين كتب التاريخ مع الأردن حين قاده لأول مرة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، إنجاز يطمح لتعزيزه بآخر على المستوى العربي. ونهائي مونديال العرب لا يفصله عنه سوى مباراة واحدة أمام مدرب كان له الفضل في الوصول لما وصل إليه اليوم، ربان سفينة النشامة. بالنسبة للمباراة السعودية بطبيعة الحال مواجهة مع مدرب من أعز الأصدقاء تاعي، وشخص يعني محترم جدا بالنسبة لي، ومن الناس اللي عندهم نصيب كبير في الوصول ديالي لهذا المستوى، لأنه في وقت من الأوقات تاع المسيرة تاعي فسح لي المجال أنني نكون مسؤول على المنتخب المغربي المحلي، وبالتالي انفتاح على الدولية، ومشكور جدا. ولكن هو تعرف بأن مباراة على أرض الملعب كل واحد غيدافع على المنتخب تاعو. ما بين الثعلب الفرنسي والداهية المغربي مواجهة خاصة، الجميع ينتظر والكل يترقب ما ستسفر عنه، فمن منهما سيتفوق على الآخر.